which is not logic. فربنا خلق لك مصنع يصنع لك سكر. ابو قرقاص عندك في الجسم، تيجي تقول له لا وقف انت شغل، انا هديك انسولين، امنع سكر، فتموت خلاياك، تعجز، تشيخ بدري، يجيلك كرامبات في رجليك، سكرك حياتك. الكلام ده بيلعب على وتر حساس جوانا كلنا، وهو الخوف من الادويه. دايما عندنا انطباع ان الطبيعي احسن من الكيماوي، وحقنه الانسولين من بره بتبان كانها تدخل غريب في جسم الانسان. الاحساس ده انا متفهمه جدا، بس الاحساس مش دايما حقيقه طبيه. الانسولين يا جماعه مش دواء غريب، الانسولين ده هرمون بنكرياسك نفسه بيفرزه كل ساعه من يوم ما اتولدت. بالعقل كده لو كلامه صح يبقى ربنا خلق فينا غده بتفرز سم بيموتنا، وده تناقض. الانسولين الخارجي كل وظيفته انه بيكمل اللي بنكرياسك عجز ووقف عن انتاجه، يعني بيعوض مش بيضر. عشان تعرفوا قيمه الهرمون ده، قبل سنه 1921 مريض السكر من النوع الاول كان بيموت في خلال ايام، واول ما يتعرف ان طفل عنده سكر نوع اول كانوا بيستخدموا معاه حميه التجويع، واللي اشتهر بيها دكتور اسمه فريدريك ألان. الفكره كانت ببساطه ان الطفل كان بياكل كميات ضئيله جدا من الاكل، وبتكون خاليه تماما من الكربوهيدرات، وكان الهدف انه يقلل ظهور السكر في البول ويأخر دخول الطفل في غيبوبه الكيتونات اللي هي الDKA لاطول فتره ممكنه. للاسف الطريقه دي كانت بتخلي الاطفال عباره عن هياكل عظميه ماشيه على الارض. هم ما كانوش بيموتوا من السكر في ايام، لكن كانوا بيموتوا من الجوع والهزال في خلال شهور او سنه بالكتير، لحد ما جت سنه 1922 وليونارد تومبسون اول طفل اتحقن بالانسولين خف وعاش. فريدريك بانتنج وتشارلز بيست اللي قدروا ينجحوا في عزل الانسولين من البنكرياس وتجربته اخذوا جائزه نوبل سنه 1923 لانهم انقذوا ملايين الارواح من موت حتمي كان بيحصل لهم. ودراسه الDCCT اللي اتكلمنا عنها اثبتت ان المرضى اللي اخذوا انسولين وظبطوا سكرهم مضاعفاتهم قلت بنسبه تقارب 76%، مش العكس. عارفين ايه اللي بيخلي خلاياك تعجز وتشيخ بدري بجد؟ العكس تماما، السكر العالي. السكر لما بيعلى بيلزق في بروتينات الجسم وبيكون مواد بتعجز الخلايا. الانسولين بقى هو اللي بينظف الدم من السكر الزياده ده. اما التشنجات والكرامبات وتعب الاعصاب اللي بيكلمك عنها فدي بتحصل بسبب السكر العالي اللي دمر الاعصاب، مش من الانسولين. لو انت مريض سكر وبتسمعني ارجوك ما توقفش علاجك وتجري ورا الجدل ده، استشير دكتور ثقه واهل علم متخصص، لان ده مش مجرد كلام، ده فرق بين حياه وموت.